صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده كان كده في روتين حلو كده سريع، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله كمان تستفادوا منه. النهارده كده دخلت المطبخ عندي لقيت علب البهارات كلها فاضيه، والصراحه كان شكلها مش لطيف خالص، وكانت مبصمه ومبطعه وشكلها مش كويس بجد، كانت مخليه شكل المطبخ وحش جدا. فطبعا العين لما بشوف حاجه نظيفه بتبقى مبسوطه شويه، انما كل ما تخش وتلاقي الحاجه قدام منك شكلها مش حلو قوي، فبالتالي انت بتاخدي طاقه سلبيه، نفسك بتتسد بتتقفل، فمتبقيش عارفه تعملي ايه، فتقومي طالعه من المطبخ تاني. فقلت لا، ما بديهاش بقى. كده كده خلصت كل البهارات، ما كانش عندي اي حاجه خالص، فقلت شايلاهم كلهم وحطاهم في الحوض كده، وبدات اغسل فيهم كويس جدا. هما بلاستيك يعني مبياخدوش وقت، بيخلصوا على طول، بنضافوا من اقل حاجه، حتى لو شويه هدمه. بس انا قلت بقى ادوهم شطفه بهدمه يعني، قلت كده ادوهم شطفه كده واغسلهم كويس كده واسيبهم يصفوا، وانزل اجيب بهارات البيت واعمر البيت بقى. كفايه كده. طبعا. انا كان عندي طقمين اللي هما الدوار الازاز، واحد اللي هو بيدور ده، كان الحامل بتاعه قالوا ستانلس، بس طلع الصاج ما كانش كويس جدا، قشر بسرعه وكان شكله وحش. والتاني كان ازاز بس كان اتكسر مني. فالكبير ده لما لونه غير انا عرفت منه الصراحه، وكان الغطا بتاعه كده لونه الفوسفور بدأ يقشر. فبصراحه انا رميت ده كله، كنت جايبه الحاجات دي من حوالي سنتين. كانت 3 تفاحات ب30 جنيه، يعني كانت واحده واقفه ب10 جنيه، فكنت جايبه 3، وكنت جايبه الصغيرين دول واتكسر منهم كتير، فالواحد ياما جاب وياما كسر يعني. فاخر حاجه استقريت على الحاجات دي بس، ان شاء الله ناويه الفتره الجايه اجيب حاجه بقى اكبر كده، تشيل كل حاجه مره واحده عشان خاطر المساحه وكده. ولكن الله يعين ويوفق وييسر الحال يا رب. هغسلهم كويس جدا. اهم حاجه تغسل كويس جدا طبعا، لان مكان بهارات بقى بتاع انت كده كده هتغسلها وتصفيها، فهتحط حاجات مكان حاجات، فلازم ما يبقاش فيها اي روايح خالص، وتتغسل كويس جدا. تمام. بعد كده هصفيهم بقى في الصفايه جنبي، اسيبهم بقى يصفوا كده، يقعدوا حوالي ساعه ساعتين يكونوا صفوا ميتهم خالص. وبعد كده هجيب قماشه طبعا وهنشفها كويس جدا، تاكيدا ان مفيش فيها ولا نقطه ميه. دي طبعا الحامض او القاعده اللي بتحط عليها ال3 تفاحات اللي هم ال3 علب دول، اللي هم بتوع دول، هتتغسل برضو كويس جدا. كل حاجه مش هنخلي حاجه الا لما نغسلها. فلو انت وصلت بقى معايا لحد هنا، لايك وشير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله كده تاخدي طاقه كده وباور كده من شويه الرغاوي دول كده، وتتحمسي وتقومي يلا تعملي قلبتك كده، وجهزي مطبخك كده وخليه يستعد كده لدخلة الشتاء. خليه برضو رايق وهادي وكده، وغيري فيه بحاجات بسيطه جدا. لو هتشيلي ورقه وتحطي مكانها ورقه بتفرق جدا. فربنا يوسع على الجميع يا رب، ويعيننا كلنا ويقوينا، وكل عام وانتم بخير. خلاص داخلين على الشتاء والدنيا بدأت تسقع. انا عامه بحب الشتاء جدا، بس من يوم ما اتجوزت وانا بخاف منه بسبب تعب الولاد، لان حساسيه والجيوب الانفيه والكلام ده كله بيبدأ يتقلب بقى من الخريف لحد الشتاء، فبتمرمط ال3 4 شهور دول مرمطة عند الدكاترة. فالحمد لله على كل حال، وربنا يشفيهم ويعافيهم هم وولادكم وولاد المسلمين يا رب، اللهم امين. دي برطمانات كده بتاخد معايا نص كيلو من اي حاجة، سواء بقى مكرونة، عدس، البقوليات، الحاجات دي كلها. تمام. هنغسل برضو الكلام ده برضو كويس كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل اخد بعض كده واروح المحل اجيب شوية بهارات. هجيب الاساسيات طبعا، كان نفسي اجيب حصى، بس للاسف البلد اللي انا فيها هنا مفيش فيها حصى. عشان اجيب الحصى والكلام ده كله لازم اروح شربين او المركز بتاعنا يعني. اروح عند العطاره بقى كل حاجه موجوده، بس طبعا اللي معاها اولاد صعب جدا انها تتحرك، ونادر جدا لو طلعت رحت شربين وكده، فجبت حد يعني من موثوق منه، حاجته نظيفه. وحاجته بصراحه كويسه، يعني اول مره اجيب حاجات سايبه كده تطلع تعجبني بجد. فاللهم صل على النبي كده، انا جبت بقى بقوليات، جبت عدس وجبت فول وجبت شعريه وجبت مكرونه وجبت كل ده سايب، ما جبتش اكياس. طلعت موفره جدا عن الاكياس اقل من نص كيلو مفيش فيها بركه. وجبت بقى طبعا البهارات، جبت الاساسيات منها ب10 والباقي ب3. هتقولي ب3 جنيه منه، اقولك اه والله العظيم ب3 جنيه. والحمد لله. بتعدي، مش لازم عشرات وعشرات ونكتر الدنيا وتلاقي الدنيا يعني شويه البهارات دول جايباهم بحوالي 65 70 جنيه بالكتير قوي. وفي حاجات ب2 وفي حاجات ب3 وفي حاجات ب5 وفي حاجات ب10. هنا كنت جايبه 2 كيلو رز وشويه كده، اقول كوبايه، كان الكيلو رز ب22 جنيه. هحاول اقسمه انا على قد الطبخه، بحيث ان الرز يبقى معايا، الكيس معايا يبقى على طبخه دوبك، اخد الكيس انقيه ومعاه كوبايه شعريه، ويبقى كده زي الفل قوي. تمام. انا بكتر من الشعريه عشان خاطر يوفر معايا في الرز وكده. فعملوا معايا حوالي 5 طبخات الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. احطهم بقى طبعا على جنب كده، وهكيسهم وهعينهم.
الرز ب22 جنيه، يعني الاتنين كده ب44 جنيه، اتبقى من 50 جنيه 6 جنيه. قلت لها وزنيني بال50 جنيه رز. فانا زي ما قلت كده بالكوبايتين كده معيار اكلتنا، كل واحده عارفه معيار اكله بيتها ايه، بياكلوا قد ايه وبيفوت قد ايه. طبعا كنت جايبه كيلو مكرونه صلصه، الكيلو ب22 جنيه، قسمته كده على كيسين، عملته نص ونص كده ببركه ربنا وبما يرضي الله يعني. ممكن الكيس يكون زايد حبه او ناقص حبه، فهي عامه يعني هي واحد في الاخر. قسمتهم كده كيسين، الكيلو ده عملته على كيسين يبقى طبختين، عشان احنا مش اكلت مكرونه قوي يعني. هنا الشعريه برضو كنت جايبه كيلو ب22 جنيه، طبعا كترت منها لان احنا بقول لكم بعمل رز بالشعريه كتير بحيث انه يوفر معايا من الرز. هنا كنت جايبه فول نابت عشان ان شاء الله اعمله معاكم فول مدمس قريب باذن الله. جبت نص كيلو، كان الكيلو ب40 جنيه، نص كيلو ب20 جنيه. هشيله برضو في كيس ابيض كده عشان كان في كيس اسود برضو وهعينه. الشعريه طبعا هفضيها في كيس واخد منها حبه في برطمانات كده. طبعا انا كنت هقسمها على كيسين، وافتكرت ان انا طبعا هعوز منها بره، فهرجع افضي كيس تاني كده اللي انا بعبي فيه ده واحطه في البرطمان ده بقى بياخد معايا نص كيلو بالظبط، اللي هو اصلا هو لتر. تمام، يعني بياخد نص كيلو من اي حاجه. البرطمانات دي كنت جايباها من سنتين، الواحد كان ب10 جنيه. الباقي بقى احطه على بقيه الكيس التاني وهعينه بقى برضو مع التانيين. هنا بقى ده الفول وده الرز. وطبعا انا حطيت بقى هنا العدس بتاعي، كنت جايبه نص كيلو عدس 27 جنيه. قسمت البرطمانات دي طبعا، وكنت جايبه التموين. كان معايا كده زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على النبي، شعريه ومكرونه ورز وسكر وزيت وفول نابت. العدس جبت ربعين بس حطيتهم على بعض في البرطمان وكده. وهبدأ بقى ارجع كل حاجه مكانها، احط البقوليات والرز في الحاجه في التربو عندي كده. انا مقسماه طبعا البطاطس والبصل والكلام ده والخزين، لان المطبخ عندي ضيق. وطبعا بقيت الحاجه بقى طبعا حطيتها في البرطمانات هتشوفوها معايا في الاخر على الرخامه. هنا بقى البهارات، كنت انا شفت الحاجات دي كويس جدا، وهبدا اعبي بقى البهارات بتاعتي. ده كان فلفل اسمر كنت جايبه حوالي 10 جنيه، وكان عندي اصلا حصى. انا بحب الحصى جدا في اللي هو في الشوربه، ما بحبش احط اللي هو البودره المطحون، يعني بحس ان هو بيغمق الشوربه، فالحصى ده حلو جدا. تمام. فجبت بقى كزبره، جبت كمون، جبت شطه ب5 جنيه، ما كنتش جبت بقالي كتير قوي شطه. جبت لورا برضو، او كان عندي لورا، ما جبتش لورا، كان عندي. قبل ما انزل شفت ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي، وجبت كل حاجه، وللاسف نسيت الملح. هنا بقى الكمون، طبعا جبت ب5 كزبره لان كان عندي كزبره. جبت ب10 كمون كنت مخلصه. جبت ب10 فلفل اسمر. بقيت الحاجات بقى اللي هي بقى مثلا كاري، كركم، توم بودره، بصل بودره، بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، كل الحاجات دي جبتها ب3 جنيه. ب3 جنيه من كل حاجه. وما شاء الله، اصل احنا الحاجات دي مش بنستخدمها على طول غير في التتبيلات او في حاجات كده معينه، فمش لازم نكتر منها قوي. كنت بفتح الحاجات معاكم عشان اعرف الحاجات دي ايه الاول قبل ما احطها في مكانها، يعني عشان ابقى عارفه كل حاجه انا بفتح ايه. جبت طبعا طعم فراخ اللي هو بتاع الفشار، جبت لهم جبنه متبله وجبنه عاديه. كان هناك شطه، ما جبت الشطه، قلت لا عشان خاطر الولاد وكده. فهبدا بقى اعبي كل حاجه تاني زي ما انتوا شايفين كده. وهمسح بقى، احاول على قد ما اقدر معكش الحاجه اللي انا عملتها. والحاجه ما شاء الله اتغسلت، يعني انتوا كنت شفتها شكلها قبل ما تتغسل كنت هتتخض، لان كانت بقى البهارات معلمه من بره ومن جوه، وكان شكلها بصراحه مش كويس خالص، وكان شكلها مش لطيف. وكنت كل ما ادخل المطبخ بحس بطاقه سلبيه. الوقت انا كل ما ادخل هما في وش دخلتي من المطبخ كده، فالحاجه كده بتلمع وبتنور، فبتخلي الواحد كده داخل عايز بصي يعمل اي حاجه في المطبخ. عايزه تعملي، تقلبي، تنضفي، تشقلبي يمين وشمال، لان الحاجه نظيفه. فالنظافه بتشجع وبتفتح نفسك وبتديكي طاقه ايجابيه وبتمنع السلبيات عامه يعني. فهرجع بقى كل حاجه مكانها عشان ما شاء الله، يعني حاجه مش قليله حلوه. مش لازم يا جماعه نجيب اكتر من مقدورتنا، هاتي على قد ما انت قادره. شوفي انت محتاجه ايه، هاتي حاجه ما شاء الله، هي ربنا يجعل فيها الخير ويجعل فيها البركه. هنا كان عندي اخر شويه ملح، ولحد دلوقتي ما جبتش ملح الصراحه يعني، فربنا ييسر كده وانزل اجيب ملح. بس ده كان شكلهم بعد ما خلصتهم. هرجع بقى ارص الرخامه بقى، وهرجع كل حاجه مكانها. هنا الغطا وقع، انا اتخضيت اصلا وقتها. هنا بقى كان شكل المطبخ بعد ما رصته كده. بدات الصواني دي هناك، ورصات كده البلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه طبعا مسحت مكانهم بشويه معطر كده وميه،
وفوطه مثلا، ودعكت الكلام ده كله ورشته بقى شكله حلو قوي. وهنا طبعا غسلت مسحت الخلاط بتاعي، عملت الروتين بتاعه وغسلته. وهنا المعالق رجعتها هنا، والصينيه اللي هتوحشكم. وهنا عملت بقى قسمه كده زي بتاع العطارين كده، شاي وسكر وعدس وبتاع ده اللي هو فنكوش بتاع الاطفال حلو جدا، وشعريه ولسان عصفور. كنا حوالي الساعة 11:30. انا كنت داخلة اصلا حوالي الساعة 9 9:30. طبعا بقى انا بعمل حاجة واطلع عشان الولاد، اللي بيعيط اللي بيصوت اللي جعان حوشي يا ماما، فبطلع بقى ما بعملش الحاجة كلها مرة واحدة. فما شاء الله وصلت معايا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. ودي كانت مشتريات النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم بالاسعار وازاي ترتبي وازاي تجيبي على قد احتياجاتك. انا جبت ب100 جنيه مكرونه وشعريه، وب50 جنيه رز. وما جبت بهاراتي حاجات تكفيني شهر، يعني على قد استعمالي ممكن اقل من شهر، ممكن اجيب حاجات تاني بسيطه. البقوليات عملت حساب ان ممكن تكفيني شهر واعمل منها وجبات، مش هجيبها واركنها واطلع اجيب حاجات تانية. وان شاء الله كل ده هنعمله مع بعض. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. متنسوش بقى تسيبولي كومنت حلو يفرحنا ويكبر خاطر ربنا، يكبر خاطري وخاطرك يا رب، اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.